أكتر 3 كلمات لو قُلتهم هتبقى leader أو قائد أفضل بكتير جدًا من الوضع اللي أنت موجود عليه. أول كلمة، أنا عايز أساعدك، أنا عايز أساعدك، تخلّيه وهو شغال تقول له أنا شايف إن أنت مشغول جدًا في المشروع ده وإن أنت مضغوط فيه، هل أنا أقدر أساعدك بحاجة؟ لمّا تحس إن هو في مشكلة في تاسكاية أنت مدّيها له وهو محتاس فيها، ممكن تقول له إيه، تقول له أنا دلوقتي ممكن أساعدك إزاي؟ هل ممكن أكلم لك حد يسهّل لك موضوع الtask دي؟ هل ممكن في حاجة معيّنة أقدر أعملها أساعدك بيها أوفّر عليك وقت؟ الجملة التانية هي إيه رأيك؟ كلمة إيه رأيك دي دايمًا بتدّي للموظف أو الsubordinate اللي شغّال معاك بتدّي له ثقة، إن أنت كمدير واثق في رأيه، فبيبتدي يحس إن هو سهل إن هو ياخد القرار. فأنت مثلًا أنت ناوي تاخد قرار معيّن وهو القرار ده أنت ناوي تاخده، لكن عايز تحسّس اللي حواليك إن القرار ده أنت مش واخده لوحدك أو إن أنت بتحاول تشاركهم القرار، لإن ممكن حد فيهم يطلع بحاجة يقولها لك يخلّيك تغيّر رأيك عن القرار ده. فبتجيب الteam بتاعك أو بتجيب أي شخص من الteam بتاعك أنت بتثق فيه وتقول له أنا عايز أعمل كذا، 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 أنت إيه رأيك؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ وشوف هو هيرُد عليك إيه. حكاية إن أنت بتدّي له إيه رأيك دي بتدّي له هو إحساس بإن أنت رأيك ليه قيمة جوّه الteam. الجملة التالتة بقى بتاعة أنا واثق فيك. أنا واثق فيك دي برضه من الجمل اللي بتعلّي جدًا، جدًا، تخلّي الموظف نَفْسه يبقى حاسس إن هو يقدر يشتغل براحته، ما هواش قلقان، مش كل task بتدّيها له بيبقى بيعملها لك وهو خايف لأحسن تقول له لأ وِحشة، لأ مش حلوة. فكلمة أنا واثق فيك دي هايلة، بالذات كمان لمّا يكون في حاجة ليها علاقة بقرار أو objective في الtask ده. فأنت مثلًا لمّا ييجي يقول لك أنا دلوقتي عندي مشكلة مع المالك الفلاني ومش عارف أحلها إزاي، أو بافكر إن أنا أعمل كذا، أو بافكر إن أنا أعمل كذا، ويدّيك أكتر من اختيارات. الأفضل في الوقت ده إنك ما تقولولوش اختيار، إنك تقول له أنا واثق في رأيك وواثق فيك، روح وgo on واعمل اللي أنت شايفه صح وارجع لي. فدي دايمًا بتدّي ثقة في النفس لأي فرد من أفراد الteam بتاعك، وبتعلّي جدًا، جدًا الloyalty بتاعته للمدير اللي هو شغال معاه. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك واعمل له share واكتب لي في الكومنتات أي من الكلمات دي أنت بتستخدمها دلوقتي كمدير.